السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم مسلم زايد، النهارده هنتكلم عن رحلة اسكندرية عملناها يوم الجمعة اللي فاتت. الرحلة اللي احنا هنتكلم عليها دي رحلة هتكون شاملة الانتقالات وشاملة دخول الشاطئ بالاضافة للجولة الحرة اللي احنا بنعملها في البرنامج. وطبعا كانت الرحلة دي كانت مختلفة عن الرحلات التانية اللي انا كنت عاملها في اسكندرية، علشان الرحلة دي رحنا فيها المعمورة. اولا المكان احنا طبعا بالنسبه للرحله احنا بنتحرك مثلا بنتجمع الساعه 6:30 وبنتحرك مثلا على 7 او 7:15 كحد اقصى، وبعد كده بنبدا ان احنا نتحرك على اسكندريه. في ريست زي ما انتم شايفين كده، دي الريست اللي احنا كنا نازلين فيه اسمه واحد نورهان. وبصراحه المكان كان ممتاز جدا، كان فيه سندوتشات وكان فيه برضه سوبر ماركت لو حد عايز يجيب اي حاجه، وفي اماكن هناك للتصوير برضه كانت حلوه، وطبعا التواليت اللي هو حد عايز يستخدمه. وبعد كده بعد ما خلصنا القعده هناك توكلنا على الله على اسكندريه. اول حاجه بنعملها احنا بنروح اول حاجه رحله اليخت، وكان في رحله انا كنت مصورها قبل كده، مصور يخت اسكندريه كله كامل بالتفصيل. وبعد كده اتنقلنا على الشاطئ. الرحله دي كانت مختلفه شويه علشان كنت داخل في البرنامج بتاع رحله المعموره، ودي بيكون اكسترا مش تبع البرنامج، دي بيكون حاجه اضافه على حسب الاتفاق عليها. المكان هناك بصراحه المعموره دي كانت شامله دخول المعموره والشاطئ، وكمان كان فيه شماسي وكراسي. بس طبعا الدنيا بتاعت المعموره مختلفه عن اي شاطئ تاني في اسكندريه من حيث طبعا النظافه والمكان هناك. طبعا انتوا كده هتتفرجوا على الفيديو وهتشوفوا المكان عامل ازاي، وهستنى رايكم باذن الله. طبعا ما تنسوش اهم حاجه الاشتراك في القناه وعمل لايك وشير للفيديو، وما تنسوش تتابعوا عروض رحلات اسلام زايد، وباذن الله كده هتلاقوا في مفاجآت جايه في الرحلات اللي انا هعملها باذن الله. طبعا كده احنا غير الرحلات الاقامه اللي انا مظبطها سواء كانت في شرم او دهب او الغردقه، وفي عروض تانية كتير. فاتمنى تتابعوا العروض بتاعتي، وباذن الله كده هتكون العروض بتاعتي هتكون عند حسن ظنكم. وشكرا جدا لكم مره تانية. شاطئ المعمورة ادي التشاش هناك اهي، واماكن تغيير الملابس. وادي الشاطئ نروح نشوفه دلوقتي. ماله شاطئ المعمورة